عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات أم آدم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم ميني بسيطلات كيجيو شي حاجة أكثر من رائعة. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما تنسونيش من لايك، واللي مازال مشترك في القناة يشترك فيها مرحبا وألف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي إن شاء الله فضلا وليس أمرا. وإلا كان لا فيديو ديالي تيستحق بارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء والأحباب ديالكم، طبعا فضلا وليس أمرا. ندوزو للطريقة على بركة الله. بسم الله. عندي الطنجرة درت فيها واحد المعلقة ديال الزبدة، ودرت عليها واحد شوية ديال الكروفيط، والكمية كتبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. درت لهم شوية الملحة وشوية ديال الابزار وشوية ديال الثومة بودرة، وكنخليهم يتشحروا واحد 5 دقائق وتنحيدهم. وفي نفس الطنجرة غندير واحد شويه ديال الحوت بيض هبره وشويه ديال السيبيا قطع طريفات. دابا ندوز باش نوجد معكم الشرموله. عندي القزبر ومعدنوس، زدت عليهم شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الزيت المائده، واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال الحار، وكتبقى الحار كيبقى على حسب الذوق، ومعلقه ديال العطريه ديال الحوت، ومعلقه ديال القشور ديال الكروفيت، العطريه ديال الكروفيت، واحد المعلقه ديال الثومه، ومعلقه ديال الصوص صوجا، وجوج معالق من لاصوص ديال الحوت. وكنخلط كلشي مزيان حتى كنخلط ديك الشرموله مزيان، وكندير فوق معلقه فوق من هذاك الحوت اللي شحرت، ومعلقه مع الشامبينيون نوار، شويه ديال الزيتون مقطع، والحامض مصير حتى هو مقطع. عندي هنا 3 المكعبات ديال الشعريه الصينيه، درتهم في زقتهم في الماء حتى طلقوا وقطعتهم، حتى ما كنزيد عليهم هذيك التوابل ديك الشرموله اللي وجدت معاكم، وكنديرهم فوق البوطه وكنخليهم يتشحروا حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. كتشرب ليا ديك الشعريه ديك العطريه ديك التوابل. وشحرت واحد البصيله واحد الفلفله حمراء غنزيدها عليهم، زدت عليهم هذيك البصيله مشحره والفلفله، وزدت هذاك الحوت طبعا وخلطت كلشي، وكنخليهم حتى كيبردوا. عاد كنبدا نقاد في البسيطلات. كناخذ الورقه. هنايا انا الورقه كانت عندي ديجا في المجمد، عذباتني شويه، قطعت. كانت عندي الورقه كبيره قطعتها على 4. دائما الجهه الملسه هي اللي كتكون من التحت والجهه الحرشه كتكون من الفوق. خديت هذا السيركل درته في الوسط وكندير فيه الحشوه، وتنقادها. وكناخذ ورقه اخرى وكنعاود نديرها فوق منها. دائما الجهه اللي كتكون الفوق هي اللي كنديروها على الورقه الثانيه، وتنعاود نقادها مزيان. الا كان شي زائد تنحيدوه.
المهم حتى كنقاد ديك الكميه كامله اللي عندي. غنعاود معكم مره اخرى. كناخذ الورقه دائما الجهه الملسه هي اللي كتكون لتحت والجهه الحرشه كتكون الفوق. كندير فيها داك السيركل في الوسط، كنعمرو بالحشوه. وتنقادو مزيان على هذا الشكل بحال هكا. كنعاود ندير ورقه اخرى، ودائما الجهه اللي كتكون الفوق اللي كنكونوا جامعين على الورقه هي اللي كتكون على الورقه الثانيه. وتندهن بالزيت مزيان. وتنقاد في اللاطه. هذه هي الكميه اللي قاديت. كناخذ واحد الكيردون كندير فيهم الثقوب باش ما كيطرطقوش ليا في الفران، وتندخلهم للفران. كنشعل عليهم من التحت حتى كيتحمروا من التحت، ونشعل عليهم من الفوق حتى كيطيبوا وياخذوا لي داك اللون المذهب، وتنخرجهم. وهادو هما ميني بسيطلات ديالي بعد ما طابوا خرجتهم من الفران. المهم زينتهم على هاد الطريقه، والتزيين كيبقى اختياري، كل يزين على الذوق ديالو داكشي اللي موجود عنده في البيت ديالو. صراحه راه جاو شي حاجه زوينه زوينه بزاف وجاو بنانين. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. غندوز باش نقطع معكم وحيده وتشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. جاو مقرمشين وجاو زوينين بزاف، جاو لذاذين، جاو شي حاجه اكثر من رائعه. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما تنسونيش من الليله اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها، مرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. ونخليكم على فيديو، ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.